تعالى النهاردة أقولك على أطرى وصفة عيش أو خبز هتعمليه في فرن البوتاجاز بمقادير مظبوطة بدقيق ومية وخميرة. لما تجربي الوصفة هتعتمديها من كتر جمالها. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نسميه بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة عندي هنا كيس من الخميرة الفورية، ولو عاملة ضعف المقدار برضو كيس واحد من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الدقيق، بنزل عليهم بنص كوباية من المية الدافية، ببدأ اقلبهم كويس قوي، بغطي عليهم بطبق واركنهم على جنب لحد لما الخميرة معايا تتفاعل. عندي 4 كوبايات من الدقيق، نزلت عليهم بمعلقة صغيرة ممسوحة من الكيك شيف، معلقة صغيرة من الملح، وابدأ اقلبهم مع الدقيق. عندي هنا كوباية من المية الدافية، معلقتين كبار من الزيت، معلقة كبيرة من الخل، والخميرة هنا بصوا بسم الله ما شاء الله، ببدأ انزل بيها بسمي بسم الله وببدأ اعجن العجينة بتاعتنا. طبعا كوباية ونص من المية يا دوبك بدأوا يتلم معايا الدقيق، فنزلت كمان بنص كوباية من المية الدافية وبدأت اعجن العجينة كويس قوي. انا محتاجة عجينة طرية، فال4 كوبايات دقيق اخدوا معايا كوبايتين من المية الدافية، عجنتها كويس قوي لحد لما ادتني عجينة طرية بملمس ناعم بتلم وتخلع من الطبق. نزلت عليها برشة دقيق وببدأ المها على بعضيها. شايفين العجينة معايا ممتازة. باجي هنا في طبق ببدأ ارش رشة دقيق، بنزل بالعجينة وارش عليها رشة دقيق كمان من فوق، وبما اننا في الصيف بغطي عليها بكيس بلاستيك، بلفها بقماشة بسيبها على الرخامة نص ساعة ل35 دقيقة، بتبص تلاقي العجينة معاك اتخمرت بسم الله ما شاء الله. ببدأ كده اشيل الكيس من عليها وببدر ايدي بالدقيق وببدأ الم العجينة على بعضيها. بعد كده باجي على الرخامة ارش رشة من الدقيق، ببدر ايدي بالدقيق وببدأ اقطع العجينة بتاعتنا الكور، حجم الكورة وسط يعني، ولا هي صغيرة اوي ولا هي كبيرة اوي. بلمها كويس اوي وببدأ احطها على الدقيق واقطع اللي بعديها بنفس الطريقة. اهم حاجة تسيبي بين كل واحدة والتانية مسافة. بعد ما خلصتهم كده هبدأ اغطي عليهم بكيس بلاستيك. هاخد اول كورة قطعتها، بما اننا في الصيف فهي بتتخمر على طول علشان الجو سخن. على الرخامة برش رشة دقيق، بنزل بالكورة ببططها وارش عليها رشة دقيق كمان من فوق، ببدأ افردها طولي وعرضي. اهم حاجة تكون حاطة دقيق كويس من تحت عشان ما تلزقش في الرخامة. بعد ما فردتها على شكل دايرة ببدأ كده اقطعها نصين طولي. عندي هنا صينية عليها قماشة، ببدأ اخد العيش بتاعنا وابدأ ارصه على القماشة. بكمل بنفس الطريقة وبرص العيش على القماشة لحد لما بخلص اول رصة عيش على الصينية. زي ما انتوا شايفين رجعت كررت نفس الخطوات، ببدأ افرد العيش كده طولي وعرضي وببدأ كده اقطع الرغيف على نصين، شايفين سمك الرغيف، وهكذا لحد لما بخلص. طبعا بالطريقة دي ببدأ بقى اغطي على اللي انا فردته وارص فوقيه على نفس القماشة واغطي وارص تاني طبقات فوق بعضيهم لحد لما بخلصهم. بعد ما بخلصهم كده ببدأ اغطي عليهم طبعا بفوطة، بسيبهم معايا وبروح على طول بشغل الفرن البوتاجاز واسيبه على اعلى درجة حرارة يسخن معايا. طبعا بحط صينية كده على الرف الوسطاني واسيبها تسخن. اول ما بتسخن معايا بيكون العيش معايا في ال10 دقايق دول عشان الجو سخن بيكون اتخمر معايا، بتلاقي حجمه اتضاعف. ببدأ كده اشيله بشويش وببدأ ارصه كده على الصينية السخنة اللي احنا مطلعينها من الفرن، وعلى طول باخد الصينية بتاعتنا واحطها على الارضية على اعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت
اول ما بينتفخ معايا كده من تحت ببدأ ارفعه على الرف الوسطاني واسيب النار من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة لحد لما ياخد اللون. بيطلع بالجمال ده. بكون حاطة فوطة بطلع عليها العيش واغطي عليها. هتقولي لي في العيش معايا ما انتفخش. هقولك لان انت لو بتشيليه والرغيف اتسحب منك او اتمط منك الخمور اللي فيه بيضيع وبتبص تلاقيه ما انتفخش معاكي في الفرن. اهم حاجة انت وبتشيليه شيليه واحدة واحدة عشان ما تضيعيش الخمور بتاعه. بترصيه في الصينية سخنة وتدخليه الفرن على الأرضية يبدأ ينتفخ معاكي. تاخديه وترفعيه على الرف الوسطاني وتسيب النار من فوق ومن تحت على أعلى درجة حرارة. بعد ما بخلص طبعا الكمية بغطي عليها وبعد كده ببدأ أشيل كده الفوطة من عليها. شايفين الجمال؟ العيش كله منتفخ، درجة اللون جميلة جدا، ما بياخدش وقت خالص في التسوية. شايفين الجمال؟ طري جدا وطعمه حلو قوي ومقاديره مظبوطه. فاتمنى بجد تجربوا الوصفه وتقولوا لي على رايكم فيها. كمان ينفع تفرزوه في لايك وشير لو عجبكم الفيديو. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام.